وبعد هاي هذا الشيء الجميل. أعلمكم قضية معينة حلوة. الإمام الرضا سلام الله عليه يوم من الأيام جابوا له فد عطر، حلبة من العطر، قارورة من العطر، وحطوها قدامه، وواحد من أصحابه هو يقص لنا القصة، يقول قاعدين أنا والإمام الرضا، أنا والإمام الرضا، وويانا واحد قاعد مثل صاحبنا هذا هم قاعد لي هناك. التفت إلى قارورة الإمام الرضا، شاف عطر حلو، قال سيدي ما أجمل هذا العطر، والله حلو هذا العطر. هسه حتى أحرج الإمام سكت عنه. طلع، لما طلع هذا الشخص اللي قال، الإمام التفت إلمن؟ التفت لهذا صاحبه اللي هو من المؤمنين. ايش قال له؟ قال له اكتب ما أقوله لك. اكتب. قال له شو اكتب؟ قال اكتب سورة الحمد، اكتب سورة الحمد، واكتب هاي الحمد وبعد والتوحيد اللي هي قل هو الله أحد كلها كاملة، يعني سورة الحمد وسورة الإخلاص، وبعد والفلق قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وبعد شنو؟ وآية الكرسي. ذن الخمسة. قال فضعها مع القارورة. ليش مولاي؟ قال فإنها حاجب عن الحسد. وحق الإمام، أنا لقيت هاي الرواية على رسلي ما أدري بيها في يوم من الأيام، كانت حياتي أنه يرثى لها. لما لقيت هاي انجذب قلبي إلى هذا القول، قول الإمام. كتبتها ووضعتها في جيبي. من ذلك اليوم، منذ تلك اللحظة، تغيرت حياتي إلى 180 درجة كاملة بكل تفاصيلها. فاكتبوا هذا الدعاء، وضعوه في بيوتكم، في سياراتكم، في محلاتكم، بعد في جيوبكم، فإنه حاجب. وبعد إذا واحد شاف لفت قضية حلوة، واحد أنا مولاي يضرب مثل على نفسي، أنا شفت لفت قضية معينة، الإمام الرضا شو يقول؟ قال لصاحبه، قال له إذا رأيت شيئا جميلا فقل 3 مرات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنه يطفئ الحسد. عجيب غريب. أهل البيت ما تركوا شيء ما سووا.